بيبدأ فيلمنا بشخص اسمه يار وهو قاعد يتكلم مع شخص ما يعرفوش في الحانة، ولما الشخص ده بيسأله ملك الحانة فين بيقول له وهو بيضحك انه اتقتل، وبيفتكر ان الشخص ده بيهزر فما بيدققش، لكن الحقيقة هو ان يار ورجالته بيكونوا فعلا خلصوا على كل اللي موجودين في المكان، وبنعرف انهم من قبيلة كانت معروفة باسم الايجوس، لكن مع الحروب وصراعات الممالك على العروش القبيلة يعتبر ما بقاش ليها وجود، وما تبقاش منها غير كام شخص بس هم اللي عايشين فيها. وفي الوقت الحالي لما صديق الشخص اللي كان بيتكلم معاه بيروح له وبيلاقيه مقتول، بيهاجم هو ورجالته رجالة يار، لكنهم بيكونوا اقوى منهم فبيخلصوا عليهم. ولما بيجي اشخاص تانيين يساعدوهم يار بيدي امر لمارتن واحد من اللي معاه بانه يقتلهم لوحده، وبيكون واضح كده انه مش طايقه وبيتلكك، لكن مارتن بيكون شجاع جدا فبيقدر انه يخلص عليهم بكل سهولة. وفي مكان تاني بنشوف ملك مملكة تمتوركان وجنوده وهم بيستقبلوا مبعوث من مملكة تانية، وبيكون جايب للملك رسالة من الملك بتاعه بانه عايز يحط منطقة معينة تحت حكمه لانه مش قادر يسيطر عليها، فبيوافق الملك وبيقرر يستضيف المبعوث وجنوده في مملكته. وفي الوقت ده لوتوبور واحد من جنوده بيلاحظ ان في شخص فوق الجبل بيستهدف الملك، فبيصد السهم اللي بيصوبه بسرعة وبيحميه، ولما بيروح علشان يطارد الشخص ده بيهاجمه 2 مقنعين، لكن مهاراته في القتال بتكون قوية جدا فبيقدر يتغلب عليهم بكل سهولة. ولما بيطلع الجبل علشان يكمل مطاردة للشخص التالت اللي صوب السهم بيلاقي ابن الملك خلص عليه، فبيشكره الملك وهو ممتن على انقاذه لحياته. ووقتها بيجي جندي يعرفه ان زوجته بتولد، فبيستأذن الملك وبيروح لها بسرعة، ولما بيعرف ان المولود ولد بيتبسط جدا لانه كان بيتمنى ده. وبعد اسبوع بيروح الملك بنفسه يبارك لزوجته وبيديله سيفه كهدية يحتفظ بيها للطفل لحد ما يكبر، وده بيخلي سام ابن واحد من حلفاء الملك يغير منه فبيقف يرخم عليه، وفي النهاية بيطلب منه يتبارزوا سوا، ولان لوتوبور بيكون واثق في مهاراته ومتأكد ان هو اللي هيفوز بيوافق، لكن الملك بيعترض وبيقول لهم ان الافضل يتبارزوا من غير سيوف، وبالفعل بيعملوا كده، وفي النهاية لوتوبور هو اللي بيفوز. وبعد ما بيضحك كل اللي موجودين على سام بيمشي من المكان وهو متضايق من الموقف اللي اتحط فيه، وبيكون شكله كده مش ناوي يعدي اللي حصل، وبيلاحظ الملك ده فبيحذر لوتوبور منه وبيقول له انه اكتسب عدو جديد، وبيودعه وبيمشي علشان يرجع المملكة لان عنده حاجات مهمة يعملها. لكن لما زوجته بتدخل تخيط له الجرح اللي اتصاب بيه وهو بيتبارز بتسمع الكلب بتاعهم بينبح بصوت عالي، ولما بتخرج علشان تشوف فيه ايه بتلاقي مربية ابنها خارجة من اوضتها وهي بتنزف من رقبتها، وبتشوف واحد من رجالة يار ماسك الطفل فبتنادي على لوتوبور بصوت عالي علشان يساعدها، ووقتها واحد تاني بيكتم نفسها وبياخدوها هي كمان. ولما لوتوبور بيخرج على صوتها مارتن بيطعنه وبيخلص يار على اغلب جنوده وبيخطف زوجته والطفل، وبيمشي بعد ما بيسيب مارتن اللي بيكون مصاب. وفي الوقت ده لوتوبور بيلاقي رسالة مكتوب فيها انه لو عايز زوجته والطفل فيخلص على الملك، وبيكون موجود مع الرسالة كيس جواه سم، فمن غير تردد بيروح للمملكة وبيكون خبر الخطف وصل لهم، فبيوعدوا ابن الملك بانهم هيعملوا اللي يقدروا عليه علشان يرجعوهم. وعلى الناحية التانية الملك لما بيعرف انهم عايزينه يقتلوا علشان يرجعوهم بيسأله لو كان هيعمل كده فعلا، ولما بينفي ده وبيقول له ان واجبه تجاه المملكة مقدم على حياته الشخصية بيمثل قدام حلفائه انه اتسمم وبيقول لهم ان هو اللي سمه، فبيقبض الجنود عليه بسرعة وبيستغل سام الفرصة علشان ينتقم منه، فبيفضل يضرب فيه قدامهم. وعند مراته لما بتحاول تستفز يار وتقول له ان زوجها هينقذها ومش هيرحمه بيتعامل معاها بعنف وبيكون عايز يأذيها، لكن بيتراجع على اخر لحظة، وده لان معاه امر من زعيم قبيلتهم بانه ما يأذيهاش لا هي ولا الطفل. ولما بيوصلوا القبيلة والزعيم بيسألوا عن مارتن بيقول له انه اتقتل على ايد لوتوبور، وبيكون مبسوط لان زعامة القبيلة كانت هتروح لمارتن، لكن دلوقتي بما انه مش موجود هتكون ليه هو. وفي نفس الوقت ده بنشوف لوتوبور وهو بيتجلد على ايد جندي من جنود سام، ولما الملك بيروح يزوره وبيسأله ليه اتهمه زور وهو اصلا ما كانش عنده نية يقتله
رجالته بيقوله انه عمل كده علشان يساعده ينقذ زوجته، ويوهم الشخص اللي عايز يقتله بانه نفذ اللي طلبه، وبيعرفه ان السم اللي اتبعت له مفعوله بيفضل شغال في الجسم لمدة 7 ايام، وفي اليوم السابع الشخص بيموت، فهو هيمثل المدة دي كلها انه مسموم فعلا لحد ما ينقذ زوجته ويعرف مين الشخص اللي عايز يخلص منه. وبعد ما بيفكه بيطلب منه يمثل انه مربوط لحد ما يخرج والجلاد هو اللي يدخل، فيهاجمه ويهرب علشان الكذبة تتصدق. وبالفعل بينفذ كلامه وبيهرب بعد ما بيخلص على الجلاد انتقاما للي عمله فيه. ولما بيروح لبروف واحد من رجالته وبيعرف انه لسه محتفظ بمارتن، بيروح يضربه علشان يعرف منه مكان زوجته وابنه، فبيترجاه يسامحه وبيقسم ليه انه هيساعده يلاقيهم، وانه عمل اللي عمله غصب عنه. لكن طبعا لوتوبور ما بيثقش فيه، فبيقول له انه هيعفو عنه في حالة واحدة بس، وهو ان زوجته وابنه يرجعوا من غير ما حد منهم يتأذى. وبيقرر ياخده المكان يكون موجود فيه الاله اللي بيعبده، ويخليه يقول القسم قدامه علشان يضمن انه ما يخدعهوش. وبعد ما بيمشي معاه من المكان، سام ورجالته بيحاصروا بروف علشان يعرفوا مكانه منه، لكنه بيرفض يتكلم وبيفضل مصر على انه ما يعرفش حاجة عنه من وقت ما اتقبض عليه. وبيوصل لوتوبور في الوقت ده مع مارتن لمعبد قديم في مكان مهجور، ولما مارتن بيقسم قدام الاله بانه هيساعده يسترجع زوجته واطفاله، بيسمعوا صوت مخيف في المكان وبيظهر كائن اشبه بالشياطين، وبيقول له لوتوبور ان قسمه ملهوش فايدة لانه خدعه وده مش الاله اللي بيعبده، وانه بيعبد اله تاني اسمه الرايس، والقسم بتاعهم بيكون على سيف مغسول بالدم. وبالفعل مارتن بيعترف بده وبيقول ان ده مش الاله بتاعه، لكن هو بيحترم كل الالهة وهيوفي بالقسم. لكن الكائن ده بيعترض على كلامه وبيكون عايز لوتوبور يخلص عليه، ولما بيلاقيه انه مش هيعمل كده بيطفي كل شعلات النار الموجودة في المكان لانه ما بيشوفش غير في العتمة، وبيهاجمهم وبيكون ناوي يخلص عليهم، لكن لوتوبور بيسبقه وبيخلص هو عليه. ولما مارتن بيطلب منه يفك ايده بيرفض يعمل كده غير بعد ما يخليه يقول القسم على سيفه المغسول بدم الكائن اللي لسه قتله. وفي النهاية برضه بيكون هيغدر بيه ويخنقه بالحبل اللي كان مربوط بيه، لكن بيتراجع على اخر لحظة. ولما لوتوبور بيسأله ليه ما قتلوش والفرصة قدامه، بيقول له ان ده احترام للقسم اللي اقسمه علشان ما يصغرش الاله بتاعه قدام الالهة اللي موجودة في المكان. وبعدها في طريقهم لقبيلته، لوتوبور بيشوف مجموعة من الجنود وبيكون من ضمنهم صديق قديم لوالده، فبيروح يطلب منه المساعدة وبيكون عايز يستعير منه حصانين، فبيوافق بشرط انه يرتاح معاهم لتاني يوم وبعدين ياخدهم، لان الاحصنة مشيت مسافات كبيرة فهم كمان تعبانين. وبيعرفوا ان المملكة عارضة مكافأة كبيرة جدا على اللي يقدر يقبض عليه فياخد باله كويس. وفي نفس الوقت ده زوجته بتحاول تهرب مع ابنها، وبيكون يار عارف انها هتعمل كده، فبيكون عامل لها فخ ومستنيها بره الخيمة. ولما بتخرج بيحاول يعتدي عليها لولا ان الزعيم بيبعدوا عنها. وتاني يوم لما لوتوبور بيصحى بيلاقي مارتن رابط صديق والده ومخلص على كل رجالته، ولما بيسألوا ليه عمل كده بيعرفوا انه خدعهم وكان ناوي يبعت واحد منهم للمملكة يعرفهم بمكانهم علشان ياخد المكافأة. وما بيكونش لوتوبور قادر يخلص عليه لانه مهما كان فهو كان صديق والده، فبيقوم مارتن بالواجب معاه وبيخلص هو عليه. وفي نفس الوقت ده زعيم يار بيعرف زوجته انهم هيسلموها للشخص اللي كلفهم يخطفوها مقابل كام قطعة من الذهب، وابنها هيقدموه كقربان للاله بتاعهم، او ممكن بعد ما يفكروا يربوه ويخلوه واحد منهم. وبعدها عند لوتوبور ومارتن سام ورجالته بيهاجموهم، وبيقع مارتن من على حصانه وبيكونوا خلاص على وشك انهم يخلصوا عليه، فلوتوبور بيرفض يتخلى عنه، فبينزل يساعده وبياخده وبيستخبى بين الصخور بعد ما بيتصف رجله، وما بيكونش في فرصة لانهم يهربوا اكتر من كده، وده بسبب اصابته، وخصوصا بعد ما الاحصنة هربت منهم. وبيختفي مارتن فجأة، فبيفتكر لوتوبور انه خدعه وهرب هو، لكن الحقيقة هو انه بيروح ينصب فخ رجالة سام وبيخلص على معظمهم بسهولة. وفي نفس الوقت سام والباقيين بيحاصروا لوتوبور على منحدر عالي، وبيستهزأ سام بيه وبيقول له انه هيدور على زوجته وابنه لحد ما يلاقيهم وهيخليهم عبيد عنده يتعاملوا معاملة الكلاب. وبيفضلوا الاتنين يتقاتلوا مع بعض لحد ما لوتوبور بيطعنه بسيفه بعد ما بيقطع له ايده وبيقع من فوق المنحدر. ولما الاربع جنود اللي كانوا معاه بيحاصروه واحد منهم بيخلص عليهم وبيطلع انه مارتن، وكان متخفي بينهم علشان يساعده. وبعد ما بيطلع له السهم من رجله وبيروح يشرب من بحيرة في المكان بيشم ريحة غريبة في المية، ولسه هيقول له ما يشربش منها. بيقعوا الاتنين على الارض وهم فاقدين الوعي، وبعدها بيفوقوا وبيلاقوا نفسهم متعلقين واشخاص
اشخاص شكلهم مخيف متجمعين حواليهم. ولما لوتوبور بيسأل مارتن عنهم بيقوله انهم من سكان الغابة، وانهم دلوقتي هينزلوهم يتبارزوا مع واحد منهم اسمه بريندي، واستحالة يهزموه لانه قوي جدا. وبينهي كلامه بانه يعتبر دي اخر لحظة في حياتهم هما الاتنين، وفي الوقت ده بيجي ياخدوه وبيرموه في الحلبة اللي بيكونوا عاملينها من خشب الاشجار. وعلى الرغم من ان بريندي بيكون عملاق وحجمه كبير جدا مقارنة بيه، الا انه بيقرر ما يستسلمش ويعمل اللي يقدر عليه، وهو في الاخر هو وحظه. وبيفضلوا الاتنين يتقاتلوا قصاد بعض لحد ما لوتوبور بيقدر يفك ايده وبيروح يشرب من المشروب اللي كانوا بيشربوه لبراندي، وبينزل للحلبة على اخر لحظة وبينقذ مارتن منه قبل ما يخلص عليه. لكن براندي برضه بيكون اقوى منه فبيفضل يضرب فيه بعنف، وبيكون خلاص على وشك انه يخلع له راسه من مكانها. المشروب اللي شربه مفعوله بيشتغل وبيبدأ حجمه يزيد لحد ما بيتحول لوحش وبيوصل لنفس الحجم العملاق، فبيهاجمه لحد ما بيقتله بأبشع الطرق، وبيخرج يخلص على كل اللي موجودين بره الحلبة. وبعد ما بيهدى وبيرجع لطبيعته بيقعد يعيط ويلوم نفسه لانه قتل اشخاص ملهمش ذنب وهو مش في وعيه. ولما مارتن بيقوله ان دي هبة من الرب ليه وانه المفروض يفرح بيها، فبيقوله انه مش عايزها، وانها لو هبة فعلا ليه هتكون من الشيطان مش من الرب. ولما بيعرف ان المشروب ده هو اللي حوله للوحش وانه كل ما يشرب منه هيفقد عقله ويكرر اللي عمله، بيقرر انه ما يشربش منه تاني. ولما مارتن بيقوله ان لو كان عنده رغبة في الانتقام وسفك الدم، الوحش ده هيظهر حتى من غير ما يشرب، فبيقوله انه هيتحكم في نفسه. واول ما بيوصلوا لمكان قريب من قبيلة الايجوس، مارتن بيغمي عيونه وبيربط له ايده علشان محدش يعرف انه تعاون معاه ويقدر ياخده لمكان زوجته وابنه. فوقتها يارو ومساعده بيهاجموه وبيكونوا هيتقاتلوا، فالزعيم بيوقفهم وبيلوم يار لانه خدعوا اوهمه ان مارتن اتقتل في المهمة الاخيرة، وبياخدهم وبيرجعوا القبيلة. واول لما لوتوبور بيشوف زوجته وابنه بيروح يطمن عليهم وبيتكلم مع الزعيم عن انه سمي الملك زي ما طلب فيسيبهم، لكن بيضحك هو ورجالته على كلامه باستهزاء وبيعرفوا انه هم ملهمش علاقة بالحوار ده، وان كل اللي مطلوب منهم يخطفوا زوجته وابنه ويسلموهم للشخص اللي كلفهم بده. ولما بيسألوا عن اسمه بيرفض يقوله لان الشخص ده مأكد عليه ما يقولش. وبيروح مارتن يتكلم معاه وهو واخد له ميه وبيطمنه بانه لسه عنده وعده ليه، وبيعرفوا ان في تحدي هيتم بينه وبين يار، واللي هيفوز منهم هيكون الزعيم، فهيعمل اللي يقدر عليه علشان هو اللي يفوز ويطلق سراحه هو وعيلته. وبالليل اول ما التحدي بيبدأ بيقدر انه يجرحه في كتفه ويعلم على وشه، وبيكون خلاص هيخلص عليه وينتقم منه لانه هو اللي قتل والده زمان. بيطعنه بالخنجر بتاعه في بطنه ورقبته في لحظة غدر، وللأسف بيموت قدام لوتوبور واللي بيكون مربوط وما بيقدرش يساعده. وبيكون المفروض ان مصيره هو وعيلته هو انهم يقدموه قربان للاله بتاعهم، وبيسلموا زوجته للشخص اللي طلب منهم يخطفوها، وابنه هيربوه كواحد منهم. ولما الزعيم بيسأل رجالته لو حد منهم حابب يتحدى يار على الزعامة، بيخافوا كلهم باستثناء لوتوبور اللي بيقول انه عايز يتحداه. ولما يار بيرفض لانه مش من القبيلة بيحصل برق ورعد، فبيقول الزعيم الحالي ان دي اشارة موافقة من الاله بتاعهم، وبيوافق هو على التحدي. وما بيكونش لوتوبور اصلا عنده طاقة يتقاتل لانه بقاله كام يوم من غير اكل ومية، وكمان متصف رجله، فبيتغلب يار عليه بسهولة وبيثبت ايده على عربة في المكان بسكاكينه. ولما زوجته بتتدخل وبتحاول تساعده بيهاجمها قدام اللي موجودين، ووقتها لوتوبور بيفقد السيطرة على نفسه وبيظهر الوحش اللي جواه مرة تانية، وبينجح في انه يخلص عليه بسهولة، وبيكون هيهاجم كل اللي موجودين، فزوجته بتهديه لحد ما بيرجع لطبيعته وبيقع على الارض وهو فاقد الوعي. وتاني يوم لما بيفوق وبيخرج من الخيمة اللي فيها سكان القبيلة بيحيوه وبيعرفوا الزعيم القديم انه خلاص بقى قائدهم من دلوقتي، لكن مش هيقدر يرجع له زوجته لانه لو عمل كده هيعرض حياة كل سكان القبيلة للخطر. وبيطلب منه يستسلم هو كمان ويفضل معاهم لانه خلاص بقى عدو القبيلة بتاعته من وقت ما خلص على الملك. ولما بيقول له ان الملك لسه عايش وان دي كانت خطة منهم وممكن يحطه هو وقبيلته تحت حكمه ويحميهم لو عرفهم مين اللي عايز يخلص عليه، فبيوافق يتعاون معاه وبيعرفه ان لسه ما سلمش زوجته، وبياخده معاه وهو مغطي وشه على انه زوجته. وده لما الشخص اللي كلفهم بالمهمة بيجي علشان ياخدها، فلما الشخص ده بيقرب منه علشان يتأكد بيهاجمه لحد ما بيفقد وعيه، وبعدها بياخده هو وزوجته وابنهم وبيرجعوا للمملكة. واول حاجة بيعملها هو انه بياخد
الشخص ده للملك، اللي اول ما بيشيل القناع من على وشه بيتصدم لانه ابنه. ولما بيعرف انه عمل كده لان مبعوث ملك المملكة المجاورة اقنعه بده مقابل يسلمه الحكم مكانه، بيخلص عليه بعد ما بيخلص على المبعوث وجنوده. ولما لوتوبور بيطلب منه يخلي قبيلة الايجوس تحت حمايته وحكمه بيوافق، لكن اول ما بيوصلوا لهناك بيغدر بيه وبيدي امر لجنوده يخلصوا عليهم كلهم، وبالفعل بيعملوا كده قدام لوتوبور اللي ما بيقدرش يساعدهم. وفي النهاية بيتخلى عن انه يكون واحد من محاربين الملك بعد اللي عمله، وبيسيبه وبيمشي وهو متضايق على قتله الناس مسالمين ما اذوش حد. ولما والد سام بيقوله انه عايز ينتقم منه لقتله ابنه بيديله الحرية يعمل فيه اللي عايزه، بعد ما بيعرفه انه دلوقتي هيكون في طريقه لزوجته وابنه. فبياخد كل الجنود وبيطاردوه، وبدل ما يستسلم لان عددهم كبير شجاعته بتمنعه من انه يعمل كده، فبيقرر في النهاية يواجههم وينتقم لقبيلة الايجوس، وبيروح يقتلهم بعد ما قوة الوحش اللي جواه بتظهر من تاني. ولحد هنا يا صديقي يكون انتهى فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة لو مش مشترك، واستنونا في ملخص تاني. سلام.